هادو ماسك البنات كيعطي واحد النضاره، كيعطي واحد الترطيب، كيحيد لنا البقع الداكنه، يعني من اول استعمال كتجربي كتبان لك، يعني كيبان لك الفرق شاسع البنات. كيف ما كتعرفوا الفيتامين سي عنده فوائد كثيره بالنسبه للبشره، وكناخذوا سيرومات بالفيتامين سي، ولكن المشكل ديال لي سيروم هما دغيا كيتاكسدوا. هذا هو الاشكال اللي كنلقاو بزاف ديال البنات كتاخدي سيروم بواحد الثمن اللي باهظ، وكتلقاي المشكل ديالو ان دغيا كيتاكسد، يعني ما ممكنلكش انك تستعمليه مره اخرى البشره ديالك، يعني ما كيبقاش يعطي ليفي ديالو كيف ما كيكون يعني في الاول. وقلت نشارك معكم هذا الماسك هذا غير البشره ديالك غادي يعطيه لك هذا الماسك هذا العجيب الغريب. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. غبرت عليكم مده لي طويله، ولكن لظروف خاصه يا البنات. اليوم غادي نشارك معكم واحد الماسك اللي غدا يا البنات غادي يهنيكم من تصبغات، من حروق ديال الشمس، من بقع داكنه، راكم عارفين، مع البحر، مع لابيسين، مع الشمس. يعني ضروري الوقيته ديال الصيف ضروري ما كنخرجوا بزاف، وما كان يعني ضروري البشره ديالنا كتاثر بالحروق، ولو ان كنديروا واقي شمسي ضروري كتشد فينا شويه الشميشه. ومع هذا الماسك هذا من بعد ما ترجعي من الدار غادي تجربيه وغادي ترحمي لي عليه الوالدين، ويعطيك نتيجه توب دي توب. وداكشي اللي غادي تبغيه في البشره ديالك غادي يعطيه لك هذا الماسك هذا العجيب الغريب. شوفوا معايا هنا في المكونات. اول مكون اللي هو القشور ديال البرتقال البنات، اللي غني بالفوائد ديالو الرائعه بالنسبه للبشره، يعني فيتامين سي طبيعي يا البنات. ادويه كيفاش صوب كيفاش هذا، المهم خليكم معايا في الفيديو غادي تعرفوا. ما كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي قشور ديال البرتقال قطعتهم رقيق كيف ما كتشوفوا معايا هنا في لا فيديو، وخليتهم حتى وغنشلو نشفوا، من الفران بعد بدرجه دخلتهم الحراره الفرن المتوسطه باش ما يتحرقوش لنا القشور ديال البرتقال. كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو كيبقاو اللون ديالهم اصلي، وهنايا طحنتهم كيف ما كتشوفوا. هي البودره كيولي عندنا بودره قشور البرتقال على هذا الشكل هذا. يعني الكاميرا ما عطيهاش حقها مع الاضاءه. غادي ناخذ معلقه صغيره ديال بودره ديال قشور البرتقال. الكميه بنات تبقى لكم نتوما، الا بغيتو ديروا على اليدين ديالكم وعلى الرجلين غتضاعفوا الكميه. وهنا غنديروا معلقه ديال النشا الذره ولا المايزينا المعروفه، وغنيه على التعريف، كتعطي الترطيب، كتعطي البياض، كتعطي النضاره. صراحه زوينه المايزينا، عندها فوائد كثيره وديما كندرجوها في الماسكات ديالنا. وغادي نخلطوا الماسك ديالنا بالمساند الرسمي ديالنا الياغورت الطبيعي، اللي كنخلطوا بجميع الوصفات ديالنا. واللي عنده حساسيه من الياغورت الطبيعي ممكن انك تعوضي بالماء الطبيعي، ولا تديري ماء ورد، كيبقى لك الاختيار. ولا ممكن لك ديري ماء ديال البطاطا، يعني كيبقى لكم الاختيار الناس اللي عندهم حساسيه من الياغورت الطبيعي. غادي نخلطوا المكونات. بالنسبه لهاد الماسك البنات كيعطي واحد النضاره، كيعطي واحد الترطيب، كيحيد لنا البقع الداكنه، يعني من اول استعمال كتجربي كتبان لك، يعني كيبان لك الفرق شاسع البنات. كيف ما كتعرفوا الفيتامين سي عنده فوائد كثيره بالنسبه للبشره، وكناخذوا سيرومات بالفيتامين سي، ولكن المشكل ديال لي سيروم هما دغيا كيتاكسدوا. هذا هو الاشكال اللي كنلقاو بزاف ديال البنات كتاخدي سيروم بواحد الثمن اللي باهظ، وكتلقاي المشكل ديالو ان دغيا كيتاكسد، يعني ما ممكنلكش انك تستعمليه مره اخرى البشره ديالك، يعني ما كيبقاش يعطي ليفي ديالو كيف ما كيكون يعني في الاول. وقلت نشارك معكم هذا الماسك هذا اللي غادي تشريو سيرومات اللي غاليين، وفيتامين سي يعني مفيد بزاف في البشره ديالنا، وغزال بالنسبه لهاد الوقيته ديال الصيف. ادويه فوقاش ممكن ليا نستعمل له ماسك، تستعمليه تقدري تستعمليه من بعد ما تجي من البحر. وكاينين البنات اللي غادي تقول لي ممكن نستعملو قبل ما ندير المكياج ديالي. ممكن تستعمليه قبل ما ديري المكياج ديالك، كيعطي واحد ليكلا توب دي توب. زوينه البنات هاد لو ماسك هذا، صدقيني غادي تستعمليه وغادي ترحمي لي عليه الوالدين. ماسك من اروع الماسكات
كيف ما تعودتوا معايا ديما كنعطيكم شي حاجه اللي مجرباها انا واللي كتعطي ليفي ديالها من اول السيمانه. عافاكم ما كتصبروش على النتيجه البنات. من بعد ما كنخلطوا الماسك ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا بقيت معكم بالهضره، كنخلطوا الماسك ديالنا وانا غادي نمشي نطبقوا على اليدين ديالي وانتم غتطبقوا على الوجه ديالكم والرقبه. كيف ما ذكرت لكم اللي بغات تضيف الكميه انك تستعمل اليدين ديالك والرجلين ديالك، ممكن انك تضيفي الكميه وصدقيني كيعطي واحد النتيجه توب دي توب زوين للبشره بزاف هاد لو ماسك هذا. وعنده فوائد يعني اللي كثيره بالنسبه للبشره. الا داومتي عليه ما غاديش تبقاي تحتاجي ديري الفونديشن ولا ديري يعني شي حاجه يعني البشره ديالك. يعني كيعطي واحد ليفي لي زوين وكديما كتبان يعني طبيعيه من بعد ما كتطبقي هاد لو ماسك هذا. انا قربت لكم الكاميرا كيف ما كتشوفوا، وديك الحبيبات اللي كيبقاو رقاقين انا تعمدت اني نخليهم هكا باش بعد ما طحنت يعني القشور ديالي باش كمين كنبغيو نحيدوا الماسك ديالنا كنحيدوا بحركات دائريه. هذوك الحبيبات كيعطينا واحد لاكوماج بالنسبه للبشره، كيديروا واحد الماساج بالنسبه للبشره. هنا كيف ما كتشوفوا كيف ما تعودتوا معايا ديما كنطبق على اليدين ديالي انتم غتطبقوا على الوجه ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا كيبان لكم داك الجزيئات الصغيره داك الحبيبات الصغيره كيبانوا لكم في هنايا في لو ماسك ديالي. تكون كنقومي بهم البشره ديالي وكندير بهم مساج خفيف من بعد ما كنحيد الماسك ديالي. نتمنى يكون واضح لكم. غادي نخليو الماسك ديالنا 20 دقيقه من بعد ما تجربوا هذا الماسك هذا ما تبقاش تستغناو عليه كيف ما بقيتش كنستغنى عليه انا في هذه الوقيته ديال الصيف. ما نعاودش لكم البنات كيعطي واحد لافي اللي زوين وقلت علاش لا ما نجربوش مع المتتبعات ديالي الاوفياء. هنا من بعد ما غنغسل اليدين ديالي ضروري انكم تضغطيو لابو ديالكم. انا كنضغطي بالنيفيا كيف ما كتعرفوا ديما كنهضر لكم على لا مارك النيفيا ماشي اشهار ولكن كتعجبني صراحه في ليدغاتاسيون ديالها. ضروري نضغطيو لابو ديالنا من بعد اي ماسك. هنا غنقول بسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوناش البنات من اللايكات والبارطاج باش يوصل عدد كبير البنات حتى هما يجربوا في هذه الوقيته ديال الصيف هذا ويستافدوا منه. يلا باي باي.